سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو مختلف بزاف على الفيديوهات اللي فاتوا. نهار كامل معايا راح نشارككم عرضه الاهلي والاهل زوجي، فيديو معمر طاقة إيجابية، تحضيرات ومود مليان دفء وجو عائلي. حضرت معاكم الماكلة، رتبت الدار، درت روتين عناية لروحي، وصورت لكم كل شيء لحظة بلحظة باه تعيشوا معايا خطوة بخطوة. إذا هذه أول مرة تشوفي فيديوهاتي وتشوفي قناتي، مرحبا بك هنايا عندي في قناتك أستيس الشاوية. أنا ندير محتوى بسيط واقعي بزاف هايل، نشارككم كامل التفاصيل، فيديوهات تعطيكم طاقة إيجابية، أفكار يخليكم تتحمسوا وتنوضوا ديروا شغلكم وتبعدوا شوية على السلبية اللي رانا نشوفوا فيها الدور في المواقع. إذا عجبكم لا فيديو حاولوا تفاعلوا وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس هكا باه يوصلكم كامل الجديد. ما تفلتوش الفيديو البنات، راهو خفيف ومليان تفاصيل هايله. خليكم معايا حتى النهايه ونتمنى يعجبكم. هنا حبيباتي درت فطور خفيف، فطرت شويه بيض شويه تمر وشويه حليب. حاولت ناكل اكل صحي ونبعد على السكريات. كما تعرفوا ناكلوا بزاف الحلو في نهارنا، يسمى نحاولوا نقصوا شويه لانه ماهوش مليح ومضر بالصحه. بعد ما كملت فطوري جيت ديريكت ومال شغلي هكا باه ننظم وقتي، يعني هذا راهو نهار قبل العرضه هكا باه يكون كلش منظم، الدار نظيفه، والنهار الاخر نخليه غير للطياب. يسمى هنا جيت بدلت الفراش. انا قبل ما نبدل اي فراش، قبل ما نخبيه نخرجوا شويه عند الشمس، تضربوا شويه النسمه والشمس ومن بعد ندخلوا. انا ما نبقاش نغسل في الفراشات كل يوم لانه منظاف، تقريبا نبدل يوميا. غير قلت لكم قبل ما نخبيه نخرجوا شويه للشمس، نعاود نطويه نخبيه ونجبد واحد اخر. هذا مكان، واذا شتو توسخ بزاف هاني نغسلو، اذا ما توسخش هاني نخليه، لان عروسه جديده يسمى حاجه ما يتوسخ ليه. كملت وجيت كنست الحاله قبل ما نشف. ديما نكنس، ما نحبش الماء يكون موسخ وتبقى الدنيا موسخه، حتى ولو تنشفي تقعد الدنيا ماهيش نظيفه. نحاول ديما نكنس ومن بعد ننشف. هنا شاركتكم الاجواء هنا شويه برا. كما قلت لكم احنا نسكنوا في الريف. علم البنات انا راني متزوجه في ولايه خنجله عند ناس الشاويه، الله يبارك، 5 وخموس يقيموا المراه يقوموا بها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الناس خنجله من ترحيب طحبوا بيا معاكم. انا من ولايه خلاف واهل زوجي من ولايه خنجله، يسمى زوجت عند ناس خنجله. انا ما عنديش بزاف من اللي تزوجت الحمد لله يا ربي. هنا جيت ديماكيت وجهي، درت نيتواياج خفيف لوجهي، يعني ماهوش نيتواياج عميق، مي حاولت ننظف شويه وجهي هكا بان هذيك الاشراقه ما شاء الله. والنيتواياج تاع الوجه يعطيك واحد اللمعه، واحد الاشراقه، واحد النظاره للوجه، حتى كي ديري مكياج يبان وجهك مليح، ما يبانش ملعب سيرتو فونتو تاع. هنا حطيت حوايجي اللي راح ندير بهم. انا نستعمل الماسك والقماش تاع كاليدان، يهبلوا ما نستغناش عليهم. لابوات تاعو تشديها البنات حتى فايت 3 اشهر، سيرتو كي تستعمليها وحدك، يعني ما كاش اللي يستعملها معاك راح تشد لك بزاف. وحتى السعر تاعو راه مليح ماهوش غالي، ويعطيك واحد النتيجه هايله. شوفوا هذا القماش فيه واحد الحبيبات هكا رقاق كيما الرمل، وكي تقشري بيه وجهك ينحي لك هذيك الجلده الميته، هذيك الاوساخ، الترسبات وكل شيء. هنا جبت سباتيل تاعي باه نمشي بها القماش. اذا ما عندكش تقدري تديري غير بصبعك برك تقومي به وجهك، تدهني القماش تاعك كامل على وجهك، ومن بعد تحكمي يديك هكا وتقومي تديري بحركات دائريه، حركات دائريه واحد 5 دقائق هكاك، وتروحي تغسلي ولا تمسحي بهذيك الاسفنجه ولا البونجا، تشمخيها بالماء وتمسحي بها. خير ما تظلي رايحه جايه للدوش ولا رايحه جايه وانتي تغسلي، غير تمسحي برك تنحالك القماش نتاعك. هاي ليكم البنات، هذه هي الاسفنجه اللي قلت لكم عليها. راني زعما ندير لكم في هذيك تاع الحماس. شو هاي ليكم البنات، دير غير 15 نرفجيين كيما هكا، تشمخيها بالماء وتعصريها ومن بعد تنحي بها كامل هذاك الماسك ولا هذاك القماش. انا رحت شمختها، نحيت القماش تاعي وعاودت رجعت للبلاصتي، كملت درت الماسك.
هكا سيرتو كي ديري في ركبتك لازم تحتم عليك تغسلي وتشمخي قشك. مي كي تمسحي بالاسفنجه هذه ما تضطريش انك تستعملي الماء بزاف، جيست تمسحي برك يتنحى ويرجع وجهك نظيف. انا زيد درت الماسك حتى هو من كالي دارم، هذه الماركه ما شاء الله معروفه هنا في الجزائر، عندها نتيجه فعاله ومليحه. نكمل ندير الماسك تاعي ونخليه ينشف ونرجع ليكم. بعد ما درت الماسك تاعي خليته ينشف نحيته، من بعد جيت رطبت انا بزيت جونسون تبل، تعطيكم واحد اللمعه في الوجه ما شاء الله، انا ديما نستعملها. وكي كملت خلاص درت الروتين تاعي، رحت تغديت حاجه خفيفه برك، شويه بيتزا على السريع لانه ما كانش عندي الوقت ولازم نكمل اشغالي كامل اللي درتها في نهاري كما اللي درتها لكم في تو دو ليست تاعي، اني نكتب كامل واش راح ندير بها النهار هذا. كنحاول اني نخدم واش كاين في هذاك تو دو ليست اللي كتبته نهار كامل. كي كملت تغديت ورحت درت فيها دوش خفيف على السريع وانطلقت لاشغالي اليوميه اللي كتبتهم كامل اللي لازم نطبقها. هكا بها اولتها يكفيني الوقت، وثانيتها نحفز روحي اني نخدم على هذاك البروغرام. شغل اذا كتبت حاجه في هذاك البروغرام يسمى لازم نديرها في هذاك النهار باذن الله السميع العليم، يعني اي حاجه نديرها باذن الله. هنا كملت البنات، كملت الدوش تاعي، صيقت كل شيء وجيت بديت بالاشغال اللي نديرها قبل بنهار. درت الحميص، شويه طماطم وفلفل ودرت معاهم زيتون ورحيتهم ويجي واحد البنه تبل كاش نهار نشاركها معكم الوصفه. طيبت الروز ثاني بسمتي هذا يبل باه ندير به السلطه. يسمى هاد الاشغال كامل درتهم قبل بنهار. وهنا جات سلفتي لي مزوجه عاونتني كثر خيرها، بات عندنا عاونتني. هنا كانت استراحه محارب، هذه تبان لي 8 تاع الليل ولا. بدينا في الشغل، بدينا رحينا البصل، دوزنا ولا مارينينا اللحم، الدجاج، كل شيء زعما درنا كل شيء في الليل باه الصباح نبدو نطيب. عاونتني عجوزتي وسلفاتي، المهم تعاوننا يد بيد. يعني صراحه العرضه لازمها العينه باه نكونوا متفاهمين. والله غالب اللي ما عندهاش اللي يعاونها تحتملي ديري وحدك، مي تبداي شويه قبل بوقت هكا باه ما تتعبيش، وفي نفس الوقت ديري واش راكي حابه. سيرتو كي تكثري الماكله تحيري وين تدوري وين تدوري، مي كي تنظمي وقتك راه راح يكفيك الوقت اكيد. هنا درت دوزنت الشوربه، درت فيها اللحم والدجاج، خلطت بين اللحم والدجاج، درت لي زيبيس تاوعي، الفلفل الاحمر، راس الحانوت، فلفل اسود، كركم، ملح، زيت، طماطم، هريسه، دبشه، ليسونسيال هذو اللي ندوزنو بهم الشوربه. كاش نهار ندير لكم بصل وثوم، كاش نهار ندير لكم الشوربه بالتفصيل الممل. تجي واحد البنه كيما تاع الاعراس، تاع الاعراس والله كيما تاع الاعراس. اللي ضاقها عندي هنا في العرضه بنت له تاع عرس مش شوربه عاديه. كاش نهار نبارطاجيها معكم لانكم رايحين تحتاجوها في رمضان. وهاي لكم هنا على 6 تاع الصباح نصبت للشوربه. هنا سلفتي مازال ما جاتش، كنت بايته في دار شيخي وجات بات عندي، جات الصباح عندي عفوا، لان احنا يعني دار وحده يسمى، غير عندنا كل واحد الباب تاعو. هذا مكان سما راني تقريبا كي شغل ساكنه معاهم. هنا قبل ما تجي قلت خلينا نبدا ننصب الشوربه حتى تجي هي ونكملوا كيف كيف. هنا بدينا، هنا جات صايي بدينا نوجدوا كيف كيف. درت هنا طاجين الجبن، هي كانت طيب في لاصوص تاع الشخشوخه وتفور في الشخشوخه. سلفتي الاخرى راح طيبت لي طاجين هذا في الفور تاعهم. انا هنا كانت عندي غير الكويزينيار مازال ما شعلتهاش، يسمى دات لدارهم طيبتولي وجابتولي دقيقه. بديت هنا خدمت الصلايط، وجدت الروز، البيتراف، خيار، طماطم، المهم كما تعرفوا سلطه يعني الجود من الموجود. وجدت ثاني البوراك، درت البطاطا، درت فيها شويه زيتون، شويه دبشه، شويه فلفل اسود وملح. ودرت هنا الدجاج هذا اللي درت منه الطاجين جبن، عمرت به ثاني هو وطايب كلش.
عمرت البوراك تاعي. هنا الطاجين طاب صاي، جبته لي قصيته كيما راكم تشوفوا، جاء بنه ما شاء الله كيما تاع الاعراس. حتى هو كاش نهار ثاني نشارككم الوصفه، الله غالب هنا ما كفانيش الوقت باه نصور لانه كان الغداء كيما تعرفوا الوقت ليه يجري ليه جات 12. هنا كملت زينت سلطه تاع الحميص، هكا حاجه خفيفه زعما ديكوراسيون بالطبع. شفتوا في طاجين الجبن عليه البنات، درت هذاك الالومنيوم. نعطيكم هذه لاستيس، شوفوا هنا البلا تاعي كان كبير والكميه تاعي ما كفتنيش في البلا كامل، واللي ترجعت درت الالومنيوم طبقته ودرت به هذوك الخط كيما هكا، او درت هذوك الزوج خطوط باه يحكموا هذاك الالومنيوم ما يتحركش هكا باه يكفيني البلا تاعي وما يسيحش، لاني لو كان ندخله في الفرن راح يفسد الشكل تاع البلا تاعي. هنا صاي وجدنا كملنا حطينا ما شاء الله جاو دارنا واهل زوجي سما عرضه واحده خير ما كل واحد ندير له عرضته وحده، هكا خطره واحده خير. هنا درت قاعده للنساء قاعده للرجال، حطينا كل شيء الحمد لله. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال، ربي يدوم النعمه ويدوم اللومات والافراح يا ربي. كثر خيرهم اللي يعاونوني كامل يعني هذه هي الدنيا، لازم نتعاونوا. واحد ما يقدر يدير حاجه وحده واللي ما عندهاش اللي يعاونها الله غالب، لازم عليك تحتمي تعولي على روحك وتكوني مراقفه على روحك، لانها الدنيا ماهيش سهله. الدنيا الاشتي اللي فات وحده تزوجت صاي لازم تعول على روحها وتدعي ربي يطيحها في ناس ملاح، ناس يكونوا طيبين باه تعيشي معاهم. وثاني نصيحه البنات، حاولوا تدخلوا رواحكم باه تعيشوا، ما تبقاوش غير جابدين رواحكم، سيرتو مع اهل الزوج صاي راهم عيلتك الثانيه. حتى ولو يصرى خلاف يصراو مشاكل لا قدر الله راح ترجعوا وتولوا ناس ما تكحلش قلبها. هذه دنيا والله واخرتها موت، الواحد يدي مع غير فعاله. ليسونسيال هذا ماهوش موضوعنا، خلاص كاشنا نحكيو في هذه المواضيع. هنا بعد ما كملنا تغدينا لمينا الكوزينه، غسلوا لي مع الماعين سلفاتي كثر خيرهم ربي يحفظهم ان شاء الله. درنا قعده تاع قهوه مع العشيه. حبيباتي نكونوا لحقنا نهايه لا فيديو، ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم، اعطوني رايكم في التعليقات والى الملتقى ان شاء الله. سلام.